عرض روسي من نادي سيسكا موسكو لضم أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي وبديله نجم حرس الحدود اللاعب المتألق هذا الموسم واللي مقدم أداء مميز. تعال نسمع الخبر من الكابتن شوبير ونرجع نتكلم تاني. خبر حصري انه نادي سيسكا موسكو طلب التعاقد مع احمد عبد القادر لاعب النادي الاهلي. النادي الاهلي ما عندوش مشكله في التفاوض على اي لاعب على فكره، قال لهم نتفاوض، تعالوا نتكلم، نشوف الفلوس، نشوف العرض، نشوف الحدوته. واحمد عبد القادر كمان عنده الرغبه انه يكون عنده مسيره احترافيه. بص يا سيدي، لما نيجي نتكلم عن العرض ده لازم نشوف مصلحة الأهلي أولا. لازم القيمة المادية تكون أكتر من 3 مليون يورو، وده لعدة أسباب مختلفة. لاعب صغير في السن، لاعب مؤثر مع النادي الأهلي، بيشارك بشكل أساسي وانضم لمنتخب مصر. لازم نعرف قيمة اللاعب اللي عندنا علشان نقدر نستفاد منه ماديا بشكل كويس. ولما دخلت عملت سيرش على الصحف الروسية عرفت ان العرض اللي اتقدم للنادي الأهلي ب 800 ألف يورو فقط. انا بقول لك اكتر من 3 مليون يورو مثلا يطلع عبد القادر، ولو مش اكتر من 3 فهو 3 كويس جدا. امام عاشور ماضي مع نفس الشركة اللي ماضي معاها أحمد عبد القادر، وطلع إلى نادي ميتلاند الدنماركي ب3 مليون يورو. اللاعب مؤثر مع الفريق، تختلف أو تتفق على اللي هو بيعمله في الملعب، ولكن هو كان حل كبير في مباريات كتير قدمها مع النادي الأهلي، وكلنا متفقين إنه عنده إمكانيات عالية، بس للأسف مش عارف يستخدمها أفضل استخدام. يعني لما تسيبه لازم العرض المادي يكون كويس. ثانيا، علشان تسيب عبد القادر لازم تكون مشغل فريق السكاوتنج بشكل ممتاز انه يلاقي وينج ليفت مميز ويكون افضل من عبد القادر كمان. على سبيل المثال مارسينيو، واللاعب التاني يكون لاعب مصري علشان تكون مأمن الجبهة دي، لان واضح للجميع ان محدش عارف يلعب في المركز ده بشكل جيد. رغم ان موجود طاهر محمد طاهر وبيلعب في المركز ده حسين الشحات، ولكن ما بيقدموش افضل نسخة للمركز ده تماما. بيأدوا اداء جيد ولكن مش ممتاز يعني. ورغم ان عبد القادر بيتحنكش كتير، ولكنه افضل واحد حاليا في النادي الاهلي بيلعب في المركز ده. ولان كرة القدم استثمار فلازم اكسب من الصفقة دي من كل الجوانب. لو الادارة مش هتقدر توفر بديل جيد لعبد القادر، واكيد لازم يكون اجنبي، ففي لاعب مصري النادي الاهلي حاطط عينه عليه من بداية الموسم، واللاعب ده مميز وعنده امكانيات كويسة، وارقامه تقريبا هي نفس ارقام احمد عبد القادر مع مختلف البطولات اللي لعبوا فيها. في الوقت الحالي النادي الاهلي متابع بديل من الدوري المصري، تحديدا من نادي حرس الحدود. اللاعب القريب انه يكون بديل لعبد القادر هو مصطفى زيكو. زيكو لاعب موهوب وعنده امكانيات كويسة، وسبق واتكلمت عنه اول ما صعد مع نادي الحرس للدوري الممتاز. لما الاتنين يدخلوا في مقارنة مع بعض هتلاقي فوارق بسيطة جدا في الارقام. عبد القادر من خلال هذا الموسم لعب 26 مباراة في جميع البطولات بمعدل دقائق لعب 1734 دقيقة، يعني تقريبا لعب 20 مباراة وقدر يسجل خلالهم 6 اهداف وصنع هدفين. ونجيت للحق، اللاعب مميز وعنده امكانيات كويسة، ولكن ارقامه مش افضل حاجة وارقامه اقل من العادية. بالنسبة للاعب بيوصل للمرمى اكتر من 5 مرات في المباراة الواحدة. اما عن زيكو فهو لعب من خلال هذا الموسم 22 مباراة في جميع البطولات بمعدل دقائق لعب 1964 دقيقة، يعني تقريبا لعب 22 مباراة بشكل كامل وقدر يسجل خلالهم 6 اهداف وصنع هدف. ولو جيت عملت مقارنة هتلاقي ان الارقام متقاربة جدا، مع العلم ان عبد القادر سجل في الدوري ودوري ابطال افريقيا وكاس مصر وكاس العالم للانديه. اما زيكو فهو سجل في الدوري المصري وسجل في كاس مصر فقط. انضمام زيكو للنادي الاهلي هيدي اضافه. لاعب صغير في السن بيقدم مستوى كويس في اول موسم ليه في الدوري الممتاز، انضم لمنتخب مصر وتحت الانظار دايما ودايما بيعمل الفارق مع نادي حرس الحدود. بس مش كفايه انضمام زيكو للنادي الاهلي، انت في وجود عبد القادر كنت محتاج لاعب تاني في المركز ده اجنبي، وده لازم يحصل سواء انضم زيكو للنادي الاهلي او لا. فلازم فريق السكاوتنج يشتغل بشكل كبير علشان يجيب لاعب مميز بارقام افضل من الاتنين، ولاعب يستحق فعلا يرتدي تيشيرت النادي الاهلي. واخيرا عن موضوع ان احمد عبد القادر وافق على العرض، فانا متوقع ده وعارف انه لو جاله عرض هيمشي من النادي الاهلي عادي جدا.
فمحدش يتفاجئ، ربنا يوفق اللاعب لو خرج، ونتمنى له الخير ونعتبره زيه زي تريزيجيه لما طلع من النادي الاهلي وهو صغير برضه. عايزك تقولي في الكومنتات تحت وجهة نظرك في الموضوع اللي كلمتك عنه. هل رحيل عبد القادر هيأثر على النادي الاهلي فنيا ولا لا؟ وهل زيكو هيمثل اضافة اذا انضم للنادي الاهلي ولا انت شايف ايه؟ وهل النادي الاهلي محتاج جناح شمال اجنبي في الموسم القادم ولا ممكن يكمل باللاعيبه المصريين اللي عندنا؟ اخيرا هستنى الكومنت بتاعك، واتمنى قبل ما تقفل الحلقه يا ريت توحد الله لا اله الا الله وتصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، واعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وفعل زر الجرس علشان يجيلك تنبيه بكل الحلقات الجديده. وكان معكم اخوكم طوفان اهلاوي، نتقابل في حلقه جديده ان شاء الله. سلام.